عليكم ورحمة الله وبركاته من النادي السوري لطيور الزينة بموضوع جديد حنحكي عنه اليوم. موضوع كتير سريع وسهل وحنستفاد منه إن شاء الله. حنحط هذا الموضوع بهاشتاج وقاية، حنحطه تحت مسمى الوقاية مشان نقدر نحكي عنه اليوم. كثير عالم عم تعاني من غسل المشربيات، سواء ال50 أو ال80 أو ال100 أو ال200 أو ال250. أوكي، وكثير عالم عم تحاول تغسلها مو قادرة تغسلها، خصيصا من هذا المكان ومن هون هالمكان هذا. اوكي، اليوم حنحكي عن كثير طريقة كثير سريعة. بيلزمنا كاسة مي، فرشاية اسنان مستعملة او جديدة، الداحة، المشربية، ديتول اذا في، او لودانين. اوكي، هي الحركة لازم غسل المشارب بنركز عليه وتعقيمها. اقل شيء لازم تعقيمها يصير بالاسبوع مرة، اقل شيء. اوكي، هي القداح نحن خلونا نحاول نطري هي الجهة. اوكي، لمدة دقيقة تقريبا، ما نقول قداحة كتير. ونركز على النص. نشوفها. اوكي، ممكن شايفين؟ تمام. بنرصها شوي رصة قوية، بنرص حتى تصير هيك. بهالحالة بتزقطها بالمي دغري عشان تتقلص وتتماسك. صارت معنا نحن بهالطريقة هي. تمام، كان المفروض نضبها اكثر، ما مشكلة. هيك ممتازة، هيك ممتازة. هي المي عصرة لودانين اذا بدنا، ربع غطا او نص غطا ديتول، نبعد عن الكلور شوي. اوكي، صار لونه ابيض تقريبا. هي المشربية صار فينا بقى نحن نغسلها بكل سهولة ومن دون ما نتعذب ومن دون ما نعذب حالنا. اوكي، من برا من جوا بالجهتين. هي صار فينا نعملها بكل الطرق بكل النواحي، صرنا فينا نسيطر عليها وننظفها صح. اوكي، الديتول عبارة عن قاتل جراثيم وطفيليات مثل الفطريات، واللودانين منيح. هي بنحاول نفتحها بايدنا، ما نخاف نفتحها بايدنا شوي. اوكي، هالفركة هي او هالفتلة هي بتكون كافية. نحن استفدنا من هذا القوس اللي عملناه انه صار يجيب كل الزوايا، ما نترك شيء ولا نخلي شيء بعيد. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله نكون قدرنا نوصل الفكرة. خلونا نقول بسم الله. هلا كلنا عنا فراشي اسنان قديمة. اوكي، بنشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من النادي السوري لطيور الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.